انت عارف اللي في ناس فرحتها بسيطة، يعني كل يومياتها في الحياة اللي هي مثلا تجيب عجلة لابنها، وده طلب مش كبير، بس هو في عند ناس كبير. انا اعرف واحد كل ما ابنه يطلب منه العجلة دي يجي يسأل على سعرها، بعد ما يحوش السعر يلاقيها غالي. طب يعمل ايه؟ يسرق؟ يروح مثلا يقول له هاتها بالقسط؟ هي برضه، هي نفس الفكرة. فكرة اللي انت مش عايز تحرم ابنك من اي حاجة دي عشان انت ما عشتش الكلام من ده، ماشي تمام مفيش مشكلة، بس انت بايدك تعمل هات. لو مش بايدك تعمل مش هتقدر تعمل اي حاجة. خلي بالك ربنا بيحط له في اختبارات صعبة صعبة عشان يشوفك انت هتعمل ايه. وصلي بينا على سيدنا محمد في التعليقات. ربنا يكرمك ان شاء الله. اعرف اللي ربنا لما بيضيقها كده وتبقى صعبة عليك شوية هو شايل لك حاجة اكبر. انا مش شايفها، بس هو شايفها. شايف ان انت ممكن تكون مظلوم في اوقات كتير، بس هيكبر خاطرك. شايف ان انت ممكن تكون ناس ضحكت عليك كتير، بس هو برضه هيكبر خاطرك. ربنا كريم، ومن كرمه ده اللي هو بيمن علينا في اوقات الاحتياج بتاعتنا لما بنقول يا رب.